اهلا بكم في قناتي حياتنا في الارياف مع ام يوسف. بصوا يا حبايبي، ادي الخضره. بصوا الخضره بقى الفلاحي كده صبحه لسه جايه من الغيط، بيبقى طبعا بتخلي الاكل روعه ما شاء الله. بصوا يا حبايبي، الخس اهو، في خس، الخس لسه ملفش. بصوا يا حبايبي ما شاء الله. والفول، الفول ظهر اهو خلاص قرب يطلع، بسم الله ما شاء الله. والبسله اللي هناك دي اللي احنا كنا زارعينها مع بعض، بسله هناك اهي. وده كرنب قرنبيط الملفوف. الخاصية دي لفة ما شاء الله عليها يا حبايبي. الواحد كده لما يشيل من الارض كده وياكل، وتشوفوا بقى الحاجات كده جايه من الارض بخيرها، بتبقى طبعا احلى واحسن وانضف ما شاء الله. بصوا يا حبايبي، يعني ما شاء الله الخير كتير. وادي الكرنب بس لسه طبعا يا حبايبي ملفش. وادي خاص ما شاء الله لف اهو. والكرنب طبعا احنا بنقطع بقى كل ده. انا هصوركم على فكره، انا مش عارفه انزل البسله لانها مرويه، فعشان كده مش عارفه اوريكم. ودي غله اهي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا يا حبايبي، خير الطبيعه بقى والجو كده والعيشه في الريف وجماله ما شاء الله. يعني الواحد بقى يجي الارض كده يحس ان هو مش عايز يروح ما شاء الله. بصوا يا حبايبي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله.